ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهارده باذن الله هنعمل حاجه حلوه قوي، الرز المعمر الحلو. نعمله بطريقه سهله وبسيطه، وكمان هعلمك كل تكاته، وهعلمك كمان ازاي ما يكونش معجن منك. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي بالمقادير. اول حاجه هيكون معانا لمقدار الصينيه الواحده او الطاجن كوبايتين رز. انا عامله هنا دول 4 علشان انا هعمل صينيتين. تمام. بعدين نجيب نص كيلو قشطه، ايوه نص كيلو قشطه. ما تستكتريش عليكي الحاجه ولا تستخسريها في نفسك، بجد هيطلع حلو قوي وجميل جدا زي ما انتم شايفين. القشطه تحفه. كمان هنجيب معانا كوبايتين سمنه. هنا انا حاطه كوبايه، هنعاير زيها برضو كوبايه تانية علشان الصينيه التانية. كمان احنا هنجيب معانا وهنحضر معانا شوية سكر حلوين قوي كده. هما طبعا السكر زي ما انتوا عايزين. انا هنا حاطه لمقدار الصينيه كوبايتين. كمان هنحضر معانا الفانيليا اللي هتدي طعم وريحه حلوه قوي، وهتخلي ريحه البيت تحفه. زي ما انتوا شايفين انا هعمل 4 بكاوي لكل صينيه. هنحضر الصينيه بقى الاولى ونحط فيها كده معلقه سمنه حلوه، ونبتدي ندهن الصينيه كلها بمعلقه السمنه. خدي بالك لازم تعمليها كويس. هنحضر بقى معانا 3 كيلو ونص لبن. اللبن ده انا كنت جايباه قبلها بيوم، فكنت حاطاه في الفريزر، فمعلش بقى احنا هنغليه مع بعض. زي ما انتم شايفين اهو، انا بفضيه في الحله على طول. انا بس خليته بس يفك شويه، وبعدين هنفضيه في الحله ويغلي كويس. وبعد ما غلى هنحط السكر بتاعنا كله. ايوه يا مسكر حطيه كله، وابتدي قلبيه كل السكر معاكي واحده واحده علشان اللبن ما يقعش منك. ونجيب نص كيلو القشطه بتاعنا ونحطه. ضيفيه كله يا قمر، يلا بسرعه، يلا بينا. هنضيف الباقي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. احلى قشطه لاحلى متابعين ليا. ونقلب القشطه بالسكر باللبن كلهم على بعض. تنسوش بقى كده تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب عشان بس تشوفوا كل جديد انا بنزله لكم. وهنحط مع بعض كوبايتين السمنه بتوعنا، نحطهم كلهم. وبعدين نحط الفانيليا بتاعتنا، نحطها كلها. انا هنا كنت حطيت كوبايتين السمنه بس، معلش في كده كوبايه لقطه كده ما نزلتش معايا. بس هي دي المقادير اللي انا عاملاها. ممكن لو انت عايزه تخليها كوبايه واحده مفيش مشكله، بس ما اعتقدش انه هيبقى ايه كده طري وجوسي كده وحلو ومزبت معاكي. هي الكوبايه مش كبيره قوي، يعني انتوا خدوا بالكم وانتوا بتحطوا الكوبايتين، يعني خلوا اكتر كوبايتين متوسطين. وعلى طول نجيب كده الصينيه اللي احنا دهناها ونحط كوبايتين الرز اللي احنا غسلناهم. طبعا احنا بنغسل الرز كويس قوي. واحنا هنحط هنا نص كميه اللبن بتاعنا. انا حاطه 3 كيلو ونص، فهنا انا بحط كيلو ونص كده ومج صغير معاه. زي ما انتم شايفين اهو، انا حاطه على الكوبايتين كيلو ونص، يعني يقولوا حوالي 2 كيلو الا ربع كده. تمام. هنبتدي نقلبها كلها. طبعا احنا مقلبين السكر والسمن والفانيليا وكل حاجة. زي ما قلت هنحط، معلش هنحط الكيلو ونص، وهي مج كانت تاني معاها. ودي بحضر معاكم الصينية التانية برضو، انا بدهنها بمعلقة سمنة، دهنها كويس قوي من كل الجوانب، واخد بالي من ده. والسمنه ما بتبقاش سايحه قوي زي ما انتم شايفينها كده بدرجه حراره الغرفه. دي مهمه جدا، مهم ان احنا ما نعملش السمنه تكون سايحه كده على النار، لا احنا عايزينها بدرجه حراره الغرفه. وكمان بقى في حاجة مهمة أنا لازم أقولها لكم. الرز يا جماعة مش بيتنقع، ما تنقعوش الرز لما بيتنقع بجد بيعجن وما بيبقاش حلو خالص. يعني احنا نغسل الرز ونعمله على طول، ما نستناش، ونصفيه كويس قوي من المية زي ما انتم شايفين كده. وبنحط الخطوات بتاعتنا كلها من غير اي حاجة، وبنضيف كل المكونات بتاعتنا من غير اي افتكاسات ممكن احنا نعملها. وهنبتدي نحط الصينية التانية في الفرن.
انا حطينا الصينيه الاولى والصينيه التانية نحطها في الفرن. وبكده بقى تكون الصينيه وبكده بقى تكون الرز المعمر زي ما انتم شايفين كده. احنا طلعناه من الفرن ومزهزه والبخار طالع منه بجد تحفه، جميل جدا ومفلفل ومستوي وطعمه انا مش قادره اوصفه لكم. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم والطريقه بتاعتي تكون عجبتكم يا رب. وادي برضو دي الصينيه الاولى اللي احنا دخلناها، بصوا عامله زي مكرمله ازاي، بجد عسل. الصينيه التانية طلعت قبلها لان كانت شوايه عندي، الفرن عندي كده في جزء وجزء بيتاخر في السوا، بس الاتنين طالعين تحفه 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 بجد. بصوا يا حلاوتها ويا جمالها ويا ريحتها، جربوها ومش هتندموا ابدا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسيوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين وعيد